السلام عليكم وليداتي كبيداتي العزاز عليا، كي دايرين مع الصحه، كي دايرين والديكم ووليداتكم ومعز عليكم. نبداو كما العاده ببسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم الكبيدات جبت لكم واحد القصه ديال واحد المتتبعه اللي ما نبغيكمش تراطيوها، ضروري تسمعوا ليها. ونبغي ضروري الامهات والاباء اللي عندهم بنياتهم مراهقات ولا حتى صغار ولا حتى وليداتهم مراهقين ولا صغار، ضروري يسمعوا لها وياخذوا منها العبره. تتقول صاحبة القصة: أنا ضحى من مدينة الدار البيضاء. حنا 7 الخوت في الأسرة، مخلطين بنات ولاد، وأنا الوسطانية. بابا واحد الراجل مكافح تقي الخدام، ملي يخرج في الصباح ما يرجع حتى الليل. ماما ربت بيت، واحد المرأة درويشة بزاف ونية وتطيق بزاف. أسرتي محافظة. أما عن الناحية المادية فاحنا اللهم لك الحمد عايشين، ما عندناش ما خاصناش. عندنا الدويره ديالنا ملك غير في واحد الحي شعبي. قصتي هذه غتبدا ملي طلعت الاولى اعدادي ومشيت تنقرا في واحد الكوليج قريب لدار عمي. هاد الشيء باش وليت تندوز لدار عمي بزاف، نتغدى عندهم وبعض المرات تنبات عندهم. تمرت عمي ما شاء الله والده 8 ديال الولاد والبنات، ولكن كلهم كبر مني. بينهم كان طارق عنده 26 عام، وانا انذاك كانت عندي يلاه 12 عام وطالعه في 13. كان ديما هاد ولد عمي طارق تيتحير الفرصه فين ما تنكون بوحدي تيدير عليا شي ممارسات خايبه. وبحكم انني بديت تندخل في سن المراهقه كان عاجبني هذاك الشيء، وكنت تنحس براسي بانني كبيره. وبقات علاقتنا غادا وتتطور يوم بعد يوم، وانا كثرت من المباتة في دار عمي. مرت عمي كانت عايقه بالعلاقه اللي بيني وبين ولدها، ولكن ما هضرات ما تكلمت، ما قالتها لماما. ما جرات عليا نبقى نجلس في دارنا مخلياني عندها ومستغلاني في الشقه وفي هذاك التخمال الواعر. تتخلي بناتها اللي كبر مني وتعطيني نصب ليها المنطات، تعطيني نخمل ليها الصاله، وانا ديك الساعه باقا غير صغيره. انا كنت شويه صحيحه، كانت عندي واحد البنيه جسمانيه قويه اللهم لك الحمد. ومرت عمي استغلات هذا الوضع هذا. ماما مسكينه كانت تتبغي هاد مرت عمي بزاف ودايره فيها الثقه، تتخليني نبات عندهم حيت عندها الثقه بزاف في مرت عمي. ما كانت عندها ادنى شك فيها بانها غتحافظ عليا بحالي بحال بناتها، ولكن هيهات. وعلاقتنا ما بقاتش مقتصره حد المنزل ديالهم، ولا تيقول لي اجي عندي الورشه ديالي بحكم انه عنده ورشه خاصه ديالو ديال نجاره الالومنيوم، وليت تلحق عليه تما. وعلاقتنا تطورات لأبعد حدود. ومرت عمي كانت واحد المرأة مجبدة ومطورة وعايقة بزاف، وكانت عارفة وعالمة بعلاقتنا، ولكن ساكتة، ما خبرات امي ما والو، ما دارت ادنى تحرك منها. خلاتني غدا في الطريق الخطأ وهي باقة مستغلاني في الشقة وفي تمارة. ودازت السنة اولى اعدادي وجينا في السنة الثانية اعدادي عاوتاني ونفس المشكل. دازت الدورة الاولى من السنة الدراسية وتعطلات عليا الدورة الشهرية، وحسيت بكرشي بانت واحد شوية. انا ما عرفت شحال عندي من شهر. المهم مشيت عند ولد عمي طارق وقلتها ليه. هنا صدمني، جرى عليا، قال لي سيري شوفي مع من دايره هذيك الكرش. وهذيك الساعه انا يلاه عندي 13 عام وطالعه في 14. ما عرفت ما ندير، دخت بيا الدنيا وما قديت نقولها حتى لشي حد. وبديت تنحاول وتندير محاولات ديال الانتحار، ولكن ما قدرتش. كانت عندي واحد الصديقه ديالي قافزه ومطوره بزاف وتدير علاقات بزاف، تتقرا معايا في القسم. مشيت عندها وحكيت لها كل شيء. قالت لي صافي انا غنديك ديري اجهاض. انا ما كنتش عارفه شنو هو الاجهاض اصلا. قالت لي وانا غادي نساعدك تتخرجي من هاد الورطه، ولكن حتى هي هذاك الشيء اللي دارتو فيا يخجل، راه تيحشم، ولكن غادي نعاودو لكم. كانت تتعرف واحد الراجل كبير في السن، راه كبر من بابا. داتني عنده وعاودت ليه على المشكل اللي عندي، وقالت ليه ضروري تساعدها وتعاونها تتخلص من هادشي اللي فكرشها. وافق على طول، بالمقابل انني نبقى نمارس معاه. وانا ما كان بيدي تا شي حل اخر، كنت تنخاف من دارنا بزاف وبقى صغيره وما عارفاش وما واعياش. ووافقت وخدت هي الفلوس وداتني عند واحد الطبيب، ماشي طبيب غير جزار. دوز ليا وقال ليها راها حامله وراه مستحيل ندير لها كورطاج دابا،
راها داخله في 4 شهور. وهي كانت عارفه تا هاد الطبيب بقات تترغب فيه، ومن طبيعه الحال وافق، ولكن واحد المبلغ كبير ديال المال اللي طلب ليها. رجعنا عند هذاك العقروش اللي بعثنا ليه وخدينا من عنده المبلغ، كان لاباس عليه ودازت الامور على خير وبخير. وتصورات الصديقه كانت واقفه معايا مزيان، حتى من الدواء اللي غادي نشرب لو زانتيبيوتيك كانت مخبيهم ليا في الكارطابل ديالها. ديما تجي عندي حتى للدار وتعطيني نشربهم ونرجع، ولا تعطيهم ليا في المدرسه. مداومه ليا على الدواء ديالي حتى بريت الحمد لله. ايوا كما تتعرفوا راه بهاد العمليه اللي درت راني فقدت العذريه ديالي وما حشمتش، رجعت عند ولد عمي عاوتاني بحكم كنت تنبغيه وكنت باقا صغيره وما تنفكرش. وهنا عاوتاني زاد الاستغلال ديالو ليا. وامو اللي ما نسمحش لها لا دنيا لا اخره مخلياني هكاك، ما نصحاتني، ما وراتني الطريق، ما والو. ما نهات ولدها وانا باقا صغيره وولدها كبير. ومن حد السنوات تدوز وانا تنكبر وانا تنعيق، وليت تنفهم ولكن ما فهمت حتى فات الفوت. هنا عرفت باللي ما عندي تمالات الا قرايتي. طلعت للثانوي ونكبيت على قرايتي بزاف، وليت عاطيها اهتمام بزاف. ولد عمي ما بقيتش نتلاقى معاه، ودارهم ما بقيتش نمشي ليها. وخديت الباك ديالي بمونسيون وطلعت تندير الدراسات الجامعيه. وصلت للسنه الثانيه جامعي، وجا تقدم لخطبتي واحد الشاب باباه الصديق ديال بابا. هاد الشاب كان موظف وكان ميسور الحال بالشقه ديالو، بالسياره ديالو، بخدمته. وهبطات عليا هاد الخطوبه بحال شي صاعقه فوق راسي. انا كنت نتمنى نتعرف على شي شاب ونحكي ليه المصيبه ديالي باش لا قبل عليا يتقدم، ما قبلش عليا يمشي بلا ما نوصل الخبر لدارنا. هنا ما لقيت حتى حل بين يديا، لان بابا كان موافق بزاف على هاد الشاب، وبابا كان لاخذ شي قرار ما تيتنازلش عليه وحنا ما تناقشوش معاه. هنا ما لقيت ما ندير، مشيت توجهت عند ولد عمي وقلتها له. قلت ليه شوف راني جاني واحد شاب تقدم ليا، ولكن راك عارف الظروف ديالي، راك انت هو السبب. هنا غرقني في واحد الوابل من الشتم والسب والقذف، غال خايب غير ما تتسمعوش الودن. قال لي بعدي مني، انتي درتي زبلتك مع شي واحد وجايه تلصقي فيا، ما عندك لا ما تلصقي فيا. هذيك الساعه كنت كبرت وما بقيتش قصيره، راه وليت رشيده ما عندي ما ندير ليه. وقال لي لا راني خاطب وعندي خطيبتي باغا تفارقيني معاها. صدمني هنايا. اللفعه ديال مرت عمي خطبات لولدها وما علماتنا، ما علمات امي، ما علمات حتى شي حد، حيت عارفه راسها شنو كاين. انا تصدمت وبديت غير تنخمم وما لقيت حتى شي حل. الدري اللي جا خطبني ما تنعرفوش وما غنقدرش نعاود ليه مصيبتي، لانني ما متاكداش من ردات الفعل ديالو. وبابا كان مصر على هذا الراجل باش ناخذه، ووافقت ومشيت تنقلب باش ندير البكالوريا الاصطناعيه. وبديت تنسول ونبحث، ولكن كانت الاراء مختلفه. كاين اللي تيقول لي تصدق، كاين اللي تيقول لي ما تصدقش وغيعيقبك الراجل. با جلسني من الدراسه لانها كانت شرط من شروط الخطيب ديالي. جلست ولكن وليت مريضه ومكتئبه وغير تنخمم ونفكر وساهيه. وبابا وماما وعائلتي فرحانين لان الدري اللي جاي خطبني راه لاباس عليه وزوين ومتخلق. وجمعنا ورقاتنا ودرنا العقد ديالنا. والزوج ديالي ما كانت عنده ادنى شك فيا، كان تايق فيا وكان تيبغيني. بابا مسكين كان تيفتخر بيا، تيقول ليه بنتي درويشه ومرضيه وتتسمع ليا لهضرتي. كان تيقول ليه انا راه عندي الذهب. وماما مسكينه كانت فرحانه بزاف بهذا العريس اللي جابوا لي الله، كامل مكمول ولد الناس. ولكن انا ما كانش الفرحه باينه ليا في وجهي، الابتسامه ما تطلعش ليا على وجهي، كنت حزينه ومكتئبه. كانوا تيوجدوا لي العرس ديالي وانا ذهني وعقلي كله شارد. وماما مسكينه الحسن النيه ديالها والثقه ديالها كانت تمشي مع عند مرت عمي وتعاود ليها وتستاشر معها وتخرجها معها لا بغات تشري ليا شي حاجه. واللفعه ديال مرت عمي اللي ما نسمحش ليها كانت تخرج مع ماما والضحك وتلعب وتاكل وتشرب وما قايله لماما والو. ساتره هذاك الشيء ومخبياه، ما مخبياهش على ودي، مخبياه على ود ولدها. بقيت تنسول تلقيت واحد الطبيب تيدير البكالوريا الاصطناعيه للبنات اللي فاقدين العذريه ديالهم، ومشيت عنده. ولكن كان طلب لي واحد المبلغ خيالي
ما كانش عندي وماشي في استطاعتي وما عندي منين نجيبه، وما كنتش محربنه ومطوره بما فيه الكفايه باش نجيب هذاك المبلغ. هنا اخوتي ما لقيت حتى حل وما لقيت اللي يوقف معايا، وكل ما قرب العرس كل ما زاد الخوف ديالي، وكان باقي العرس غير اسبوع. كلشي مخلص، النقافه مخلصه، التريطور مخلص، القاعه مخلصه، كلشي مخلص، كلشي واقف، كلشي زوين، الحلوى التصايبات، الناس تعرضوا، وانا جمعت حوايجي وراقي وهربت من دارنا. هربت وهرست الفرحه ديال دارنا وديال عائلتي وديال بابا وديال ماما وديال خوتي. كسرت لبابا الظهر ديالو، بقاو فيا والديا بزاف، وضميري كان تيأنبني، وانا كنت في واحد الحاله ديال الحزن شديده بزاف. وكانت وجهه الهروب ديالي هي مدينه الداخله. بعدت بزاف على دارنا باش تا حد ما يلقاني، وكذلك كنت تسمع باللي مدينه الداخله فيها فرص العمل، معامل ديال السمك. وصلت لهاد المدينه قبل اذان الفجر، وملي وصلت جلست واحد شويه في المحطه ترتاح وفطرت. من بعد نضت توجهت جيت المعامل تنقلب على عمل، والحمد لله اول وزين وقفت فيه تقبلت فيه. كانوا طالبين اليد العامله، ودخلت وباشرت العمل ديالي، وخبرت رئيس الوحده انني ما عنديش سكن فين غادي نسكن، وانني نزيله جديده في مدينه الداخله. هنا كانوا هما تيوفروا السكن للبنات طبعا اللي بغات تسكن عندهم، ومن طبيعه الحال وفر لي السكن بحالي بحال اي عامله. وبديت خدامه، والايام تدوز والسنين تدوز، وبقيت بشويه بشويه تنسى حرقتي وحزني على الفرحه اللي كسرتها في حبابي وفي ناسي وفي دارنا وفي بابا وماما. وبديت تنتأقلم مع هاد الجو ديال هاد المدينه ومع هاد البنات ومع الغربه ومع الوحده. وكنت تعقدت وكرهت ندير علاقه مع اي راجل، لانها كانت هي السبب في دمار حياتي كلها ودمار أسرة ديالي اللي ما بقيت عارفة عليهم حتى شي حاجة. من نهار حطيت رجلي في هذه المدينة ما بقيت عارفة من أخبارهم حتى شي حاجة. كنت نتمنى نعرف عليهم ونعرف أخبارهم ونطمئن عليهم، ولكن والو، ما كاين اللي يجيب لي الأخبار. هذا الموضوع كان يألمني بزاف. شنو طرا من بعد الهروب ديالي؟ وكي تيقولوا الدنيا صغيرة. واحد النهار دخلت العمل ديالي وتنتفاجئ بواحد بنت جيراننا حتى هي داخله تتخدم معايا في نفس المعمل. يلا دخلت جديده، شفتها وشافتني وجات سلمات عليا، وكانت عارفه بالحكايه ديالي وبالقصه ديالي باللي هربت من العرس ديالي. ملي خرجنا عرضت عليها السكن ديالي، وهذا الشيء غير باش نتقصى منها اخبار عائلتي. وبقيت تنسولها على الاسره ديالي، على بابا وعلى ماما وعلى خوتي. واش نقول لكم الخوت راس المحاين، ديما المحاين جيت لعنده. صدماتني بخبر وفاه الاب ديالي على اثر الشوهه والفضيحه اللي درت ليه، وبان ماما وخوتي ولاو تيحشموا يخرجوا في هذيك الحومه. باعوا هذيك المنزل ديالنا تما ومشاو لشي بلاصه بعيده سكنوا فيها، هي براسها ما عارفاش فين، وبانها من تما ما بقات عرفات عليهم شي خبر. هاد البنت كانت تتعرف دار عمي بحكم كانوا جيراننا، ودار عمي كانوا تيسكنوا في واحد الحومه قريبه لينا شويه. سولتها على دار عمي وسولتها على ولد عمي، قالت لي تزوج وولد جوج بنيات وبانه عايش سعيد في الحياه ديالو. هنا زادت النار شعلت في القلب ديالي. كيفاش يكون هو السبب في دمار حياتي وفي موت الاب ديالي وعايش سعيد وانا عايشه الحزن وتأنيب الضمير؟ هنا زاد كبر الحزن ديالي بزاف، وزاد الحقد والغل ديالي على مرت عمي وولدها. وبديت تنفكر في الانتقام منهم، وبديت تنجمع الفلوس، وجمعت شويه الفلوس ورجعت لمدينه الدار البيضاء مدينتي، ومشيت كريت شقه قريبه للورشه ديال ولد عمي اللي حرام فيه نقول عليه ولد عمي. وبديت تراقبه، وكنت تنشوف فعلا السعاده اللي عايش فيها هو والزوجه ديالو وبنياته بجوج صغار. تيخرجوا هو ومراته وبناته وتجي عنده الورشه، واحد السعاده عايشين فيها. وتراقبت دار عمي، مرات عمي كانت باقا بصحتها، باقا صحيحه. اما امي تتعاود لي صاحبتي قالت لي مسكينه ضعفت ومرضات وما بقات عندها صحه.
بقيت مقبله ولد عمي وحاضيه، وكل نهار تيزيد حقدي عليه على السعاده اللي عايش فيها، وتنشوف العذاب والتشرد اللي انا وليت عايشه فيه. واحد النهار خرجت وشريت واحد الموس من هذاك النوع ديال البودلعه اللي تيتناو، ولبست جاكيطه وخشيتو في جيبي هكاك محلول، وبقيت حاديه الورشه ديال ولد عمي تخرجوا منها العمال اللي معاه بقى بوحديتو. في الليل قرب يسد وانا ندخل عنده، تفاجئ وما سلم عليا حتى السلام. قال لي بواحد الصوت: اش جايه ديري عندي هنا؟ بعدي مني، علاش داخله هنا؟ قلت ليه داخله نتحاسب معاك فداك الشيء اللي درتي فيا والتكرفيس اللي تكرفستي عليا. قلت ليه تكرفستي عليا وانا عندي 12 عام، من تما وانت مستغلني، وانت كنتي كبير، كنتي راجل، كانت عندك 26 عام. امك يا حسره اللي هي مرت عمي وخصها تاخد بالها عليا، عارفه كل شيء ومخلياك واخد راحتك، وهي ايضا كانت مستغلاني في الشقه وفي الشغل وفي التماره. ودابا جيت عندك باش نقول لك انت خصك تخلص الثمن، وحتى امك حتى هي خصها تخلص الثمن. جبت هذاك الموس اللي كان تحت مني بواحد السرعه ونيشان دقيتو ليه في قلبه. اخر كلمه سمعها مني هي: هذا هو القلب اللي ما رحمنيش، يستاهل حتى هو التعذيب والتقطيع. ضربته واحد الضربه ما خليتش ليه فرصه فين يغوت، وهو طاح لركابيه حدا رجليا كانه راكع عليا وتيطلب مني السماح، والدمايات هابطه من قلبه عمرات لي السبرديله ديالي. وانا شفت هذاك المنظر فرحت، ولات عندي واحد السعاده كانني درت واحد الانجاز، وبديت تنضحك واحد الضحك هستيري بحكم ان الورشه ديالو كانت في واحد الشارع كبير، تجمعوا الناس بزاف وعيطوا على البوليس. وانا باقه واقفه في مسرح الجريمه شفت مرت عمي الخبيثه اللفعه جايه وتتغوت وتتنتف في راسها وتتبكي. ملي شفتها في هذيك الحاله زادت الفرحه ديالي بزاف، تنضحك وتنقهقه وانا تنشوف فيها. كل شيء تيقول حماقت، ولكن لا، ما حماقيتش، انا كنت في قمه السعاده انذاك. جاو رجال الشرطه وداروا الاجراءات اللازمه، ساقوا دارنا الخبر، وماما وخوتي لحقوا عليا عند البوليس في المفوضيه، وهنا ساقوا الخبر لقصتي كامله، علاش هربت من الدار وشنو هو السبب. ماما مسكينه فهمات الموضوع وحملت المسؤوليه كامله لمرت عمي، قالت لي انتي الكبيره وانتي العاقله، انتي اللي كنت دايره فيك الثقه وكنت حاسبك بحال نفسي وكثر من نفسي، وكنت تنخلي لك بنتي بحال الامانه باش ديريها بحال بنياتك، ولكن خنتي الامانه. انتي كان عليك ملي تعرفي بالموضوع تنهي وتوريهم الطريق الصواب، واذا اقتضى الحال تضربي بنتي لان بحال بنياتك، وكان عليك تقطعي لهم هاد العلاقه من النهار الاول، ماشي تنتي تزيدي تستغلي بنتي في تماره وفي الشقه، وتقطعات العلاقه بين دارنا ودار عمي. وانا تحكم عليا ب25 سنه سجنا نافذا، دوزت من هذا دابا 8 سنين، وجاني العفو في 5 سنين، وبقى لي 12 عام. نطلب منكم اخوتي وخواتاتي طلبوا الله يفك سجني ويطلق سراحي، راه عييت وتهديت، وعييت معايا الميمه اللي باقا تجي عندي ديما مسكينه وتجلس معايا وتواسيني، وما حقداتش عليا ميمتي الحبيبه، من غيرها ما بقى حتى حد تيجي عندي ولا يزورني ولا يشوفني، قليل فاش تيجيو عندي شي حد من خوتي ولا خواتاتي. عييت وتهديت احبابي. القصه ديالي بغيتها لكم للعبره، للامهات والاباء اللي عندهم بنياتهم ووليداتهم في سن المراهقه، ما يخليوهمش يباتوا عند شي حد، يحضيوهم ويراقبوهم وما يأمنوش عليهم الناس، وهما اللي يحضيهم بنفسهم. وتنشكر بزاف خالتي فاتحه اللي فتحت لنا قلبها وقناتها باش نستافدوا من قصة بعضياتنا، وباش نفرغوا قلبنا على بعضياتنا، وباش نصحوا بعضياتنا ونرشدوا بعضياتنا. وتنشكرها بزاف لانها دارت من نفسها جسر تواصل بيناتنا باش تخفف من همومنا وعذابنا. وشكرا لخالتي فاتحه بزاف، وشكرا لكم نتوما احبابي على سماع قصتي وحكايتي. ايوا الكبيدات ديالي وليداتي العزاز، كما سمعنا القصه ديال بنتي ضحى من مدينه الدار البيضاء وما داز عليها، الماتني قصتها بزاف، وهي بغاتها العبره لكل ام والاب اللي تيخلي وليداتو يمشي بات عند شي حد غريب. لا ثم لا ثم لا،
مراقبة وليداتنا وتربيتهم المسؤولية ديالنا حنا، ما خصناش نرميو هاد المسؤولية على عاتق شي حد آخر اللي ما عرفناش واش يكون قاد على هاد المسؤولية ولا لا. من الأحسن حنا نكونوا المسؤولين على وليداتنا. وبنتي ضحى، تنتمنى الله يفك السجن ديالك، ونتمنى الله نسمعوا اخبار الخروج ديالك من السجن في اقرب الاوقات ان شاء الله. وليداتي كبيداتي تنتوما دعوا مع ضحى اختكم بان الله يطلق سراحه في العاجل القريب. والكبيدات ديالي وليداتي العزاز عليا اللي باقي ما دايرش اشتراك ومتابعه، اش تتسنى وليدي يا بنيتي؟ ديروا واحد اشتراك ومتابعه فضلا منكم وليس امر. وشكرا لكم بزاف، وشكرا على التعاليق المحفزه والزوينه. والى اللقاء بكم في قصه جديده ديال عضو او عضوه من مجموعتنا. وتنقول لكم كما ديما رقم الهاتف للاتصال عبر الواتساب مكتوب في صندوق الوصف.